السلام عليكم. هوس السوشيال ميديا، ناس كتير جدا وكل زمايلنا الدكاترة بيشتكوا من نفس الموضوع، يستقوا معلوماتهم من على السوشيال ميديا والانستجرام والفيسبوك والتيك توك والكلام دوت، وبعدين يجوا لنا العيادات بقى بالمعلومات اللي مبوظه دماغهم، يبداوا يتعبونا علشان احنا مش بنعرف نقول المعلومات المظبوطه ويستقبلوها مننا بسهوله، ويستقبلوها مننا وينفذوها كما ينبغي. ليه؟ لأن دماغهم مملية معلومات غلط. طيب، الناس دي معذورة، الناس دي مش غلطانة قوي. ليه؟ لأنها مهتمة بموضوع معين، وبتلاقي طبعا جوجل والقنوات بتاعة البحث والكلام ده كله بتبدأ تجيب لها كل اللي بيدور في دماغها حتى من غير ما تتكلم فيه. واللي بيدور في دماغها دوت بتلاقي على النت كلام عنه كتير قوي، والكلام دوت فيه الغث وفيه السمين. وللأسف الغث أكتر بكتير جدا جدا، والغير مفيد أكتر بكتير جدا جدا من المفيد. طب إزاي نعرف يعني؟ هو الحقيقة أنا مش هقدر أقول لك إزاي تعرف إن الشخص اللي بيتكلم ده شخص كويس وفاهم وبيتكلم الكلام ده كلام علمي ومنطقي وبناء على أبحاث وحاجات علمية حقيقية وجايد لاينز أو حاجات لها ايفيدنس يعني في العلم ولا لأ. ولكن اللي هقدر أقوله ان احنا عندنا كذا نوع من الاطباء للاسف. عندنا الطبيب المشهور وشاطر، وعندنا الطبيب المشهور بس ومش شاطر، وعندنا الطبيب اللي مش مشهور وشاطر، وعندنا الطبيب اللي ولا مشهور ولا شاطر.